السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله راح ندير معكم الطريقة تاع الكفتة اللي كنتوا شفتوها في الجروب تاع الفيسبوك. كما شفتوا هنايا درت حبة بصل كبيرة، درت 3 نيبان تاع الثوم، ورايحه نطحنهم شويه ومن بعد ندير معاهم الحشيش اللي هو القزبر والمعدنوس. القزبر الا ما كانش عندكم ما ديروش، والا كان عندكم ديروا غير شويه ما تقووش، راح يعطي بنا شبه الكفته تاعكم. من بعد ما طحنتهم بهذا الشكل هذا، كما تقدروا تقطعوهم، بصح تقطعوهم شويه رقاق. هي من الاحسن تطحنوهم الا كان عندكم الاشواغ، والا ما كانش عندكم يعني حاولوا غير بالموس فوق اللوحه، وحاولوا يعني تقطعوهم رقاق، يعني يجوا رقاق بزاف. هنا عندي الكفتة تقريبا بالك واحد 600 غرام ولا 700 غرام تاع الكفتة. رايحه ندير معاها كامل هذاك البصل كما قلت لكم، بصله شويه كبيره اللي درتها، ودرت 3 نيبان تاع الثوم. الا كان عندكم البصل الاخضر من الاحسن، انا ما كانش عندي البصل الاخضر، درت بصله عاديه يعني بصل يابس من هذاك البيض. فوالا البصل الاخضر رايح يعطي له بنه ولا اروع ولا اروع. هنا رايحه ندير الفلفله حاره فيمي، يعني مدخن، هذاك الحار اللي يجي مدخن يعطي بنا شبه في الكفته. عندي هنايا الفلفل الكحل، الكمون. الا كان عندكم القزبر يابس مطحون ثاني ديروا شويه، لا ما كانش عندكم معليش، انا كان خلاص لي موالف ندير فيها، وهذا المره ما درتش، كان خلاص لي القزبر. وهنا عندي العكري درت يعني بون كويير، يعني كبيره معمره يعني، ونديرها كامله. العكري رايح يعطي بنا شابه ومحتى اللون للكفته تاعنا. هنا ندير الملح، ندير شويه زيت، ونخلط كامل هذا العناصر، نخلطهم كامل مع بعض، ونزيدو حبه بيض. هي في الاول نديرو الحبه تاع البيض، مي انا كنت نسيتها معليش. بعد ما خلطت باش درت الحبه تاع البيض معليش، يعني سواء تخلطوها معاهم في الاول ولا ديروها من بعد. المهم نديرو حبه تاع البيض، رايح يجينا بزاف خفيف ويجينا يعني طري. ولا نعجنوها مليح مليح. من الاحسن الكفته تاعكم لا رايحين طيبوها العشاء، يعني ديروها لابخي خلطوا كامل هذو الصوالح مع بعض يعني، وديروها في اون بواط، ديروها في الثلاجه وخلوها تتشرب. واذا كان رايحين نديروها للفطور تخدموها في الليل، ومعليش الا كان خدمتوها على البكري غير بساعه ولا ساعتين معليش. المهم هي قد ما تتشرب قد ما تجي بنينه. ونشكلوها بالاشكال اللي تعجبنا، سواء ديروها يعني خبيزات، ولا ديروها على شكل اصابع، ومن بعد تبلاطوها يعني تجي رقيقه باش تطيب بالخف وما تجيش خشينه بزاف. انا الكفته كي نخدمها هكا، نديرها على شكل يعني اصابع. دي فوا الواحد يمل من المراقي، يمل، نبغوا حاجه ناشفه وحاجه تكون يعني خفيفه. سورتو الولاد هذا ما يبغوا، انا ولادي ما ياكلوش كاع اللحم طايب هكا في المرقه، ولا مي كي نديروا لهم هكا كفته ياكلوه. فوالا هنايا درت الزبده، ونحط عليها الكفته تاعي هذيك لا كونتيتي كامله راح نديرها في مقله واحده.
بون ما كملتش كامل الكفته اللي شفتوها في الليان، درت كونتيتي ومن بعد حبست الاخرى خليتها في الكونجيلاتور حتى لنهار اخر. فوالا كامل لا كونتيتي اللي راح نديرها للعشاء نطيبها كامل في مقله واحده. هو غير يتقلص شويه نرمي خبزه باش يطيبوا كامل في مقله. راح نرافقها باللي فخيت وشويه شلاضه خضراء وصاي. كيما شفتوا كل ما يتقلص تكون عندي البلاصه نزيد نحط. وشوفوا لاصوص اللي تخرج، يعني الجو تاع اللحم شحال ما شاء الله، يعني رايح يطيب غير في ذيك المرقه هذيك، يجينا طري بزاف. خلوه يطيب غير في هذيك المرقه بلا ما تصفوها بلا والو، خلوه يطيب. ممكن وحده فيكم تقول لي نصفيها لا بيغي، ولا تقدروا تصفوها كي تكونوا دايرين لا بيغي، تقدروا تصفوا هذيك المرقه. بالشرط لازم لكم تغطوا المقله، ما تخلوش هذاك الفار يطلع، باش كامل ديك المرقه هذيك تتلايم عندكم بزاف. وتصفوها في كاش مشربه ولا في غرفيه، وتكملوا تقلوا اللحم تاعكم، يعني تخلوه شويه يتحمر. انا هنا رايحه ما نصفيهاش المرقه، رايحه نخليه يطيب فيها حتى تبدا تنشف. يعني راح يتشرب كامل هذيك المرقه تاعو. اللي نشوفها سما تحمرت وطابت نحطها يعني غير في المقله بلا ما نقلعها كما راكم تشوفوا، باش يبقى لي كامل سخون، وكي نقلعوا مره واحده، ما نقلعش بالحبه ومن بعد نصيبه برد. فوالا نبقى كامل نقلب فيهم كي نشوفوهم عطاو ديك التحميره من الجهتين، نحطهم مع خاوتهم يعني هذا فوق ذا باش يعني باش نخلي البلاصه لواحد اخرين. المهم ما نقلعهمش من المقله، يبقاو في ديك المقله هذيك باش يطيبوا كامل مع بعض، باش كي نقلعها كامل سخونه، ما تكونش واحده اخرى ديجا نحيتها وبردت. كما شفتوا هنايا الجو هذاك بدا يعني يتبخر، بدا ينشف شويه. هنا نخلي فيها غير شويه تاع المرقه برك، ما نخليش فيها بزاف المرقه، وما نخليهاش تنشف تماما. هنايا صايره راني طفيت عليها والكفته تاعي راهي واجده. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. ونتمنى ان شاء الله اللي تجربها تعطيني رايها. انا راني نذوق من المقله كيما نديرو دايما، كيما كاع تقريبا كيما كاع النساء كامل. فوالا اللي يخدم في العسل وما يذوقش كلي ما كان والو. المهم خوتي خواتاتي كما راكم تشوفوا هذه المقله الثانيه تاع البطاطا، وهنايا كملت كامل. راح نعاود نوري لكم المره الاخيره كيفاش تجي طريه يعني، وتجي جوتو يعني، يجي ما شاء الله صدقوني تجي ولا اروع. كيما تقدروا ديروها حتى بالكفته تاع الدجاج، ماشي شرط يكون اللحم يعني الاحمر. فوالا وبهذا نكون كملت الفيديو تاع نهار اليوم. مازلت راني نوري لكم هكا لضمان الوصفه المصداقيه يعني كما دائما. فوالا نقول لكم ما تنساوش تزوروني في القناه الثانيه ليلى وطبيعه هكذا باش تحفزوني نزيد ندير فيديوهات اكثر. وهنا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خوتي خواتاتي كل عام وانتم الى الله اقرب. مع السلامه.